عايز يحرز الهدف الخامس ليتساوى في الرصيد التهديفي مع الكاميروني اوتوبونج مهاجم نادي الاتحاد. عبد السلام بن جلون بروح رياضيه قال له خد سددها يا احمد يا سمير يا فرج. جماهير الاسماعيلي تحيي بن جلون، بينما الكابتن فاروق جعفر فقد الامل في تلك المباراه. ضربه جزاء الان لصالح نادي الاسماعيلي، دي اول ضربه جزاء تحتسب لنادي الاسماعيلي هذا الموسم، ودي ثالث ضربه جزاء تحتسب على طلائع الجيش هذا الموسم. احمد سمير فرج في مواجهه الشناوي، لمن ستكون الغلبه؟ احمد سمير فرج الى داخل المرمى، الى داخل المرمى. الهدف الثالث لصالح نادي الاسماعيلي في لقاء اليوم، والهدف الشخصي الخامس لاحمد سمير فرج في دوري هذا الموسم، ليتساوى في صداره الهدافين مع الكاميروني اوتوبونج مهاجم نادي الاتحاد. ركنها حلوه قوي يا احمد سمير فرج، تصبح النتيجه 3-0. اكبر فوز لنادي الاسماعيلي في دوري هذا الموسم، ايضا اكبر فوز للاسماعيلي على طلائع الجيش في بطوله الدوري. كان الاسماعيلي فاز 4-0 على طلائع الجيش ولكن في كأس مصر، بينما هذا الفوز هو الأكبر له على طلائع الجيش في بطولة الدوري. إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة.